أحيانا الله سبحانه وتعالى يوريك مواقف يرتفع اليقين عندك. شخص كان يعني يعاني من فقر أو يعاني من تخبط أو يعاني من تشتت، ففتح له الله سبحانه وتعالى وغير حالته من الفقر للغنى ومن الخوف للأمن ومن الذل للعز. زكريا عليه السلام يوم شاف مريم عليه السلام كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الآية اللي بعدها زكريا ارتفع يقينه، هنالك دعا زكريا ربه. وإيش دعا فيه؟ دعا بالذرية رغم أنه كل الأسباب معطلة، هو رجل شاب رأسه ورق عظمه وزوجته عاقر. فأحيانا تشوف أشياء اليقين يرتفع عندك، هنا دعوة تراها مجابة. وأحيانا تكون رسالة لك ترى الدور عليك، في أحد تشوفه هو يتغير، قاعد يتحسن، قاعد يفتح له الله، والله سبحانه وتعالى خلاك تشوف هذا الإنسان ترى ما طلع لك هذا الموقف عبث. لا، الآن لازم يرتفع يقينك بالله سبحانه وتعالى وتبدأ تسوي الأشياء اللي هو يسويها، بعض الأسباب اللي أنت ممكن أنت تاخذ فيها. فاليقين ترى رزق عظيم. كثير من الناس ما يعرف اليقين، كثير من الناس ما يدعو الله بيقين، كثير من الناس عنده إساءة ظن بالله، كثير من الناس في يأس أصلا. فإذا ارتفع اليقين وتطهر الإنسان من الشرك وكثر الاستغفار ثم أتبعه الإنسان بفعل الأسباب وسعي مستمر، هذا الإنسان بيفتح له الله سبحانه وتعالى وبيعيش حياة العز والغنى بفضل من الله.